السلام عليكم. احنا النهارده بقى هنقضي معاكم روتين يوم الجمعة. الجمعة يا جماعة. نزلنا النهاردة ناكل في مطعم كشري يا جماعة. أحلى حاجة بجد في مصر هي الكشري. احنا حبينا نغير ان لا هو وهي روتين مصر كمان الجمعة يعني يعني مشهورة بصراحة محلات كشري جميلة. ياما بتبقى جميلة جدا. فاحنا حبينا نغير ان هو روتين الجمعة على طول بنقضيه مثلا في البيت، او لو في حاجة مثلا بننزل، بس حبينا ننزل ناكل بقى اكلة حلوة كده يوم الجمعة. حبينا نخرج خروجه خفيفه كده، يعني وكمان تبقى قريبة يعني مش بعيدة يا جماعة. انتوا عارفين المواصلات دلوقتي صعبة جدا. وبعدين ضغط عليا انا كل يوم طبيخ بصراحة يعني الواحد بيمل. زي ما انتوا شايفين بقى كان حاطين لنا الحاجة بقى صلصة مع الشطة اكيد كانت موجودة يا جماعة. والله الراجل معدي بيقول ايه ده، فبيقول له كانت شطة واحنا خلصنا الشطة كلها بجد. لو انت لما حطيتي الشطة كانت بقيتي كتير، وهي اصلا ما بتحبش الشطة. انا قلت اجرب. هي خلود الصراحة اللي قلبها لي كلها يعني. بس الحمد لله يعني قدرت اكمل. الحمد لله عدت على خير. احنا الحمد لله يعني اكلنا الكشري، وبعد كده برضه هتشوفوا معانا، تتابعوا الفيديو للاخر. اشترينا شوية مشتريات هنعرضها معاكم في اخر الفيديو، بس طبعا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. واهم حاجة تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا جماعه بجد القعده في المطعم كانت جميله جدا يعني. هي ما كانتش زحمه، لا يعني فكان فيها ناس قاعده. احنا رحنا بس في ما وقت كانتش زحمة. رايق اللي هو مش زحمه. كل المطعم مليان يعني. يعني احنا ما بنحبش الزحمه جدا يعني. بنحب نخش حته تكون رايقه كده يعني. فاهمين؟ احنا بقى احلى حاجه في الكشري بنحبها الدقه والشطه. احنا خلصنا ازاز الدقه والشطه. وخدنا واحد تاني بيستغرب. بنحب يا جماعه والله. احنا اللي هيشوفوا الكشري بتاعنا يا جماعه هيستغربوا بس يعني. شرب اقول احنا من عشاق بصراحه فاطمه كشري. حتى حاطين حاطينها موجوده، ومحمد هنيدي، كل محمد الممثلين هنيدي. اللي بياكلوا الكشري في الافلام او يعني بصوا يا المسلسلات. جماعه الجو كان جميل. احنا قاعدين شايفين المطعم اهو. في ناس كانت قاعده طبعا بس ما حبيناش يعني نقتحم خصوصيتهم، فايه احنا بايدين احنا بس بصراحة لما تكون يعني قاعدين في البيت وزهقانين ومخنوقين بصراحة روحوا يعني اخرجوا بصراحة، لأن الجو لما بتغيري جو حتى بترجعي البيت بتبقى الواحد غير المود بتاعه والنفسيه اتغيرت وبيرجع مرتاح يعني. بيبقى مبسوط وسعيد كده، بيبقى فيه سعادة شوية غير القعدة كل يوم في البيت. حتى انتوا بصوا شفتوا الصور كده، يعني الجو مهيئ يا جماعه للكشري. عشان اللي يدخل يندمج في عالم الكشري يعني. خلاص احنا دخلنا فيه مش احنا هنطلع. يعتبر احنا خلصنا الدقه كلها على الاطباق بتاعتنا. دلوقتي يا جماعه احنا خلصنا اكل كشري زي ما احنا وريناكم. جبنا شويه مشتريات. جبنا اول ما هنروح هنوريكم المشتريات اللي جبناها. جبنا مشتريات جميله جدا بتاعتنا. النهارده يا جماعه حبينا نعمل لكم الفيديو ده نوريكم روتين الجمعه بتاعنا عامل ازاي. دلوقتي بقى احنا رايحين هنشتري شوية مشتريات. دي الملاهي بص يعني جنبنا على طول جنب البيت. جميلة قوي يعني شكلها جميل. فيها كل حاجة بصراحة يعني. عارفة لو في أعياد وكده ومعاكي مثلا الأولاد أو حاجة وتجيبيهم هنا يعني حاجة جميلة قوي. زي ما انتم شايفين يا جماعه احنا لسه مكملين روتين الجمعه وماشيين في الشارع زي ما انتم شايفين. جو هادي وفاضي ورايق. جو حلو على فكرة. كانوا بيقولوا فيه نوة وكده بس الحمد لله بقت أحسن. طبعا احنا من اسكندرية واعتز يعني ان احنا من اسكندرية، فالجو جميل فعلا كمان. دلوقتي يا جماعه بعد ما جينا من بره صورنا لكم احنا كنا بره، قلنا لكم هنروح نشتري شويه مشتريات. فدي المشتريات اللي احنا جبناها النهارده. جبنا شويه مشتريات خفيفه وبسيطه يعني. وفي كل بيت طبعا لازم طبعا بتشتري وبتخزني وبتعملي، بس احنا جبنا حبه يعني. حاجات خفيفه كده وبسيطه وسريعه، اللي هو لما بنكونوا قاعدين في البيت محتاجينها عايزين فبتبقى حاجه تسلوا فيها يعني. بصوا كل حاجات مش تسالي يعني كده. اول حاجه يا جماعه الزبادي لا غنى عنها. لازم يا جماعه لما نروح اي مول اي سوبر ماركت لازم الزبادي يبقى في البيت. طول ما انتوا قاعدين كده لازم يكون في زبادي موجوده. طبعا الزبادي يعني انتوا عارفين بتريح المعده. بعد كده جبنا بقى الجبنات. اول حاجه جبنا جبنه الموتزاريلا. انواع مشكله كده مختلفه عن بعض. اول حاجه جبنا الموتزاريلا لا غنى عنها بصراحه في اي اكله اي وصفه. اي بتحلي حاجه لك تعملوها الاكله. وانتوا قاعدين كده فاضيين. حتى لو قاعده فاضيه بالليل وجعتي مثلا وعايزه تعملي شويه بيض حطوا عليها شويه موتزاريلا كده على كريب على بيتزا بشاميل. تحفه قوي بجد. بتبقى جميله. بتديها طعم روعه. بتخلي يعني هم يحبوا الاكل يحبوا الحاجه نفسها. وكمان جبنا شيدر مبشور ده زي الموتزاريلا يعني. الاتنين تحطوه ميكس جبن مع بعض تعملوه في كريب بيتزا اي حاجه. ده شيدر مبشور.
والموزاريلا. دي جبنه يا جماعه بالزيتون، زيتون بقى وكده، ويعني حاطين كذا حاجه فيها، فبجد طعمها حلو حلو قوي. كذا على طول مرة احنا بنجيبها، بنجيبها، طعمها حلو جميل. متعودين عليها يعني. بصراحه طعمها بيبقى حلو قوي في السندوتشات. يعني الحاجة لو احنا جبناها ولقيناها حلوة بنكررها تاني. اه استخدموها سندوتشات عشاء دي كده فطار جبنات، كده. الجبنات اللي احنا جبناها. بعد كده معانا الحاجات الحلوة بقى علبة حد بيحبها. البسكوت دي يا جماعة. احنا بنحب كده طول ما احنا قاعدين يبقى في بسكوتات، في حاجات زبادي، لا، أي حاجة كسالة مسلية. كسالة وانت قاعدة بالليل. فدي كده علبة بسكوت سادة، بسكوت بيبقوا هما 6 بواكي كده، 6 اهو. دول احنا ما بيخلصوا بنجيب أي نوع بقى بسكوت، مش شرط ده بس على طول بنكرر البسكوت. ممكن كمان على الشاي بلبن، يعني لو حد عمل شاي بلبن كده بيبقى حلو. بيبقى حلو قوي. كمان احنا بنقعد نجرب بسكوتات كده مختلفة عشان نشوف ايه الأحلى. بيسقسق فيه. كده اهو. بعد كده جبنا بسكوت ده كده على شكل سمك. ده يا جماعة بسكوت مملح، شكل سمك كده. احنا طالعين في الحاجات الاشكال جميلة جميلة، يعني تجذب اي حد ان هو يعني يشتري. عايز يجيبه. كده جبنا برضو البسكوت ده، لما بنروح بنحب نلم شوية بسكوتات. ده بسكوت برضو جميل سادة كده خفيفة سادة. يعني انت سهرانة مثلا مع الاولاد طبعا بيحبوا يقزقزوا اي حاجة، فالحاجات دي حلوة ليهم. وقبل كده برضو كنا عاملين فيديو، جبنا مشتريات كان بالعيدية برضو في صندوق الوصف. كنا جايبين مارشميلو وجيلي والحاجات ديت. في مشتريات تانية برضو كنا جايبينها، عناية ببشرة وعناية بشعر كده. جبنا 3 أنواع جيلي يا جماعة، مختلفين عن بعض الأشكال كده حلوة قوي. دي ديناصورات، شكل ديناصورات، دي ودي دواير، ودي قلوب. اشكال يعني كل واحدة رسمة. وكمان يا جماعة أهم حاجة بصراحة الجيلي. احنا بصراحة مدمنين جيلي، كل ما بننزل لازم نجيب جيلي. عشان طبعا داخلين على الصيف وكده، فالحاجة دي طبعا بتبقى مهمة تحطيها وتعمليها في التلاجة لأولادك، فبصراحة حاجة بتفرحهم يعني. كده جبنا بقى شوية مكرونات برضو، دي مكرونة الفرن. دي بشاميل. هي البشاميل دي تعمل بالبشاميل جميلة أوي. وكمان يا جماعة لسان عصفور. جبنا كمان شعرية. الشعرية بصراحة على الرز بتخلي طعمه جميل جدا. واللسان العصفور دي لو عملتيها شوية شوربة، حتى حطيتي عليها أي خضار أو تعمل شوربة جميلة. يا جماعة جبنا الخل، بنحب نجيب الخل دوت من المول عشان بيبقى التخزين عندهم يعني بيحافظوا عليه، لأن احنا جبناه قبل كده من بره. كان فيها حاجات بيضة كده وشوائب فيها، مش حلو، بيخلي طعمه بيطلع شكله وحش. خصوصا أول ما تفتحيه معرفش بيشم الهواء بيتغير خالص. النوع ده جميل، والنوع بجد يعني الخل تنقوا نوع حلو كده نكونوا مجربينه، يعني النوع ده جميل. كمان يا جماعة جبنا الصلصة دي عشان انتوا عارفين طبعا الطماطم دلوقتي اسعارها غالية جدا، غالية يا جماعة فوق خالص، ففي أزمة في الطماطم وكده، فاحنا جبنا علبة الصلصة دي بتساعدنا يعني في الأكل يعني. هو كمان احنا جايبين المكرونات عشان المكرونات وكده حتى لو استعملتي طماطم شوية فبتحطي الصلصة معاها بتديها طعم حلو أوي. وكمان جبنا مناديل المطبخ، دي بنحطها لما بنيجي مثلا محمرين أي حاجة، بطاطس، بتنجان، حاجات مقلية بنحطها عشان الزيت واللي فيها وكده، فبتبقى حلوة قوي في النوعية دي كمان نوعية جميلة. مش بتتقطع، يعني في مناديل بتيجوا تحطوها تحت الأكل، تيجوا تشيلوا الأكل تلاقيها لزقت فيها. الأكل لازق في المناديل، لكن دي حلوة بصراحة. فعشان لما تيجوا تجيبوا مناديل يعني تجيبوا النوع ده بجد يعني عن تجربة، والحاجات دي كلها عن تجربة وبنجيبها كل مرة. احنا مجربينهم، فالحاجة اللي بتعجبنا بنكررها تاني. أيوة صح. الوحش خلاص بنسيبه لأنه مش عاجبنا يعني. بعدين ما بيلزقش فيه الأكل لما بتحطي عليه مثلا يشرب الزيت، ما بيلزقش فيه. بيشرب كمان هو الزيت حلو يعني. في مناديل بتبقى زي قلتها مالهاش لازمة. لا صحية شوية. فبس كده كنا وصلنا لنهاية الفيديو. دي المشتريات اللي جبناها معاكم النهاردة. انا يا جماعة نكون المشتريات اللي احنا جبناها دي قلنا لكم فيها رأينا يا جماعة دي بصراحة. يعني بالنسبة لنا حاجة حلوة نستعملها، بنقول دي حلوة واستعملناها. لما تيجوا تنزلوا تجيبوها يعني تجيبوا الأنواع ديت وتكونوا عندكم فكرة عنها ان هي ايه الوحش وايه كويس وكده يعني.